سر اختفاء أسطورة بروسلي أشهر نجم في العالم، وما الذي تم كشفه عن وفاته الغامضة؟ لقد توفى بمنزل أحد الأشخاص. ما السر الذي اكتشفته عائلته بعد كل تلك الأعوام من وفاته؟ تربى بروسلي في هونغ كونغ. كان فرداً من عائلة كلها ممثلين. لقد ظهر في 20 فيلم. تعلم بروسلي الفنون القتالية. بروس كان فتى شقي، وكان يتشاجر دائماً. لقد كان متحمساً دوماً، لا يتوقف عن الحركة. كان لقبه بالصينية موسيتينغ، والذي يعني الفتى الذي لا يمكنه الجلوس. لكن ذات يوم تورط بروسلي في مشكلة كبيرة غيرت حياته للأبد. ذات يوم كان مع أحد أصدقائه في المطعم. عندما خرجوا تفاجئوا أنهم محاصرين من عصابة. لحسن الحظ كان يعمل لدينا سائق ماهر. لقد أنقذنا جميعا من العصابة. شعر بروسلي حينها بالضعف، وأراد تعلم الدفاع عن نفسه بسبب معارك الشوارع. بدأ بروس في تعلم القتال، وأتقن العديد من الحركات والمهارات. لقد ذهب إلى رجل عجوز يدعى إيب مان، الذي أصبح فيما بعد معلمه. كان عمره حينها 13 سنة. خلال 5 أعوام فقط استطاع أن يصبح بروس أفضل تلاميذ هذا المعلم. كان طموح بروسلي أن يسافر إلى أمريكا لنشر الفنون القتالية. هناك الجميع وحتى عائلته وصفوه بالمجنون بسبب قراره الغريب. كان يقوم بتعليم أي شخص لديه الرغبة في التعلم. مدرسته أصبحت مشهورة للغاية. في تلك المدرسة تقابل بروس مع أجمل فتاة في حياته، ثم تزوجها. ولكن دروس الفنون القتالية أصبحت أموالها لا تكفي للإنفاق على أسرته. لذلك قرر الانضمام لعالم التمثيل، لكن الأمر لم يكن سهلاً. سرعان ما حصل بروس على دور بسيط في أحد المسلسلات، لكن للأسف فشل المسلسل وتم إلغاؤه بعد أول موسم. لقد واجه بروس صعوبة كبيرة في التمثيل بأمريكا، وذلك لأن بروسلي كان من أصول صينية. أخبره المنتجين أنه من المستحيل أن يصبح بطل فيلم، لكن حينها اتخذ بروس قراراً صدم كل من حوله. بعد فشله في أمريكا عاد بروس مجدداً لهونغ كونغ. لقد تفاجأ أنه كان مشهوراً. هناك دوره في ذلك المسلسل الأمريكي. كان يعلم بروس أن الجمهور الصيني من الصعب إرضاؤه، كما أراد الإثبات للغرب أن أفلامه تناسب الجميع. حقق بروس نجاحاً مذهلاً في الأفلام الصينية التي ترجمت لكل اللغات. ذلك أجبر المنتجين في أمريكا للتعاقد معه، ولكن بشرط العودة إلى هوليوود. ورغم أنه أصبح نجماً مشهوراً، لكنه كان لا يزال متواضعاً مع الجميع. على التلفاز كان عليهم تصويره بالحركة البطيئة لكي يستطيعوا رؤية ضرباته. الجميع كان يتوقع أن يسيطر بروس على السينما لسنوات طويلة، لكن خبر وفاته كان صدمة للملايين حول العالم. شعر بروس ببعض الصداع. أخذ أحد الأدوية من صديقته الممثلة. دخل بعدها لينام قليلاً، لكن للأسف توفى حينها عن عمر يناهز 32 عاماً بسبب نزيف حاد في المخ. ترك وراءه إرثاً دائماً في عالم الفنون القتالية والسينما.